ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه الأخبار؟ مرة تانية على السريع عشان الباقة بتضيع. الحمد لله. الأيام دي أنا كنت زعلان جدا ومحبط اليومين اللي فاتوا، وحرفيا تعبان بكل معنى الكلمة، ومش عارف أعمل أي حاجة ولا عارف أهبب أي شيء. بس الحمد لله تعالى لما قعدت كده مع نفسي واستقنيصت وقعدت بقى أركز وأفهم الدنيا ماشية إزاي ورايحة فين وجاية منين، اكتشفت إن ما كانش فيه أي سبب لكل الهبل اللي أنا كنت بعمله. طبعا أنا كنت خايف جدا من يوم عيد ميلادي، انا ما كنتش عايز ادخل في اليوم ده، فللاسف الشديد ضيعت وقت كبير جدا في ان انا اكون زعلان، ان انا اكون متضايق، ان انا اكون مهموم، ان انا اكون شايل الهم. وللاسف الشديد كنت الفتره اللي فاتت ما بعملش حاجه في حياتي غير ان انا بشتغل وبنام بشتغل وبنام. واكيد طبعا في النص بتعلم، بشتغل وبتعلم وبنام، وهي دي حياتي. بس في الفتره الاخيره بقالي شهر او شهرين كنت تعبان جدا نفسيا، تعبان جدا روحانيا، تعبان جدا ذهنيا، تعبان جدا داخليا، تعبان جدا كل حاجه كده ايه من جوه. طبعا برضو انا تعبان ماديا عادي زي كل الناس، بس الفكره كلها في ان انا كنت عايش الوهم وبحرق جاز على الفاضي وللفاضي وفي الفاضي. والحمد لله عيد ميلادي عدى وما حصلش اي حاجه، والحمد لله لسه عايش. والحمد لله بعد لما فكرت في كل حاجه كانت بتحصل اكتشفت ان ربنا مش بيقدر الا كل خير. فللناس اللي باعونا الحمد لله ان انتوا قلتونا، الناس اللي خسرونا الحمد لله ان انتوا خسرتونا. انا ما بخسرش حد، وانا ما حدش يقدر يبيعني، لاني مش تمن، لاني ماليش تمن، ولاني مش سلعه او بضاعه هتعرف ان انت تبيعها بسعر عالي هتصف اي حد، تصف اي شيء، تصف اي حاجه. ولا انا عايز ابقى مليونير، ولا عايز ابقى غني، ولا عايز ابقى جامد، ولا عايز ابقى حلو، ولا عايز ابقى جميل، ولا عايز اعجب البنات، ولا عايز ابقى مشهور، ولا عايز اي حاجه. انا عايز اعيش اللحظه بلحظتها. ده اللي انا اتعلمته امبارح بالليل، وده اللي انا وصلت له امبارح بالليل. انا مش عايز اي حاجه من الحاجات اللي الناس عايزاها، انا عايز حاجات مختلفه تماما، وهي انا عايز اعيش اللحظه بلحظتها. مش معناها ان انا بقى اروح اشرب مخدرات وابقى بتاع نسوان وكل هم بطني واكلي وشربي، لا. انا هدفي هدف تاني خالص، فاهم قصدي؟ انا الهدف بتاعي هدف تاني ومختلف عن الناس. انا لازم اكون هادي ورايق، زي ما قلت لك قبل كده. ما تدورش على الراحه ولا تدور على السعاده، لان مفيش راحه كله شقة، ومفيش سعادة كلها حزن وغم وهم، والا بقى طبعا السعادة وهمية. فأهم حاجة إن أنت تكون هادي ورايق، فكك من الناس كلها، طز في أي حد، طز في أي شيء، طز في أي حاجة، وبس كده. أنا قلت أفضفض معاكم بس مش أكتر. إن شاء الله الفترة الجاية هنعمل فلوجات وهنعمل ميني فلوج وهنعمل حاجات كتير حلوه. فيا ريت الناس تشترك في القناه، فعل الجرس، لايك وكومنت وشير، وشاركوا الحلقه في كل حته عشان نوصل لكل الناس. ولا اقول لكم عادي مش فارقه، انا كده كده هنزل الشغل ده حتى لو ما جابش مشاهده واحده، مش فارقه معايا بربع جنيه مخروم. طبعا شكرا جزيلا لكل الناس اللي بتتابعني من زمان، وشكرا جزيلا لكل الناس اللي بتشاهد الحلقات، واستنوني يوم جديد وحلقه جديده. بس كده، سلام، بيس.